ايش قد حلو يجي يوم تريد تدور على شخص تعتذر منه وماكو. آه، ما عندك أي مشكلة مع أي شخص. الاعتذار والعفو يحتاج إلى شجاعة، فخلي هذا في بالك. آه، بقدر ما تكون شجاع بقدر ما يكون عليك سهل أنه تواجه الآخرين وتعتذر. السلام عليكم، مبروك عليكم شهر رمضان الكريم، وعانني الله وإياكم جميعا على صيامه وقيامه. خلي هذا الشهر نضع خطة لإصلاح ذات البين. خلي بعض الأسماء في بالك لتتواصل معهم وتصلح ذات البين، سواء كان ذلك العفو أو الاعتذار. مثل ما يقول رب العالمين وليعفوا وليصفحوا. ايش قد حلو يجي يوم تريد تدور على شخص تعتذر منه وماكو. ما عندك أي مشكلة مع أي شخص. إذا كان هذا الأمر صعب، خلنا نضع خطة. خلي الأسماء بالك وقلبها براسك إن شاء الله منا إلى نهاية رمضان بالعيد. تكون أغلب الأسماء حاول تتواصل معهم أو تتواصل معهم بشكل فعلي، وفي أغلب الأحيان يعني الأمور جدا، أنا من تجربتي الشخصية مجرد ما تتواصل السلام عليكم وعليكم السلام، أخباركم، صحتكم، نكتة نكتتين الأمور كلها تنحل. أغلب الخلافات الشخصية هي ليست شخصية، يعني من إذا ترجع إلى أصل الخلاف يجوز الشخص المقابل أو أنت كنت في وضعية يعني صعبة، أو كنت تمر في ظرف صعب أو في يوم صعب، أو كان عندك مشاكل أخرى أثرت على هذا الحوار اللي هو بدأ الخلاف بعده. فحاول أن لا تأخذ الأمور بشخصية، ولا تضع حدود. لا تضع حدود أنه فلان شخص، لا، مستحيل مستحيل ماكو شيء، كل شيء ممكن. طبعا الاعتذار والعفو يحتاج إلى شجاعة، فخلي هذا في بالك. بقدر ما تكون شجاع بقدر ما يكون عليك سهل أنه تواجه الآخرين وتعتذر. العفو طبعا يعني أن تعفو عمن ظلمك وأن تصل من قطعك. هو أصل العفو أنه تعفو عن الشخص اللي آذاك أو الشخص اللي تجاوز عليك، وإلا أنت إذا تعفو عن شخص هو ما مسوي لك شيء، يعني ماكو أي معنى للعفو. وخلي بالك أيضا أنه في رمضان، الشهر الكريم، شهر الطاعات، شهر المغفرة وشهر الرحمة، شهر العتق من النار، تصفد الشياطين. فإذا تجد في نفسك صعوبة في التواصل وفي إصلاح ذات البين، فالمشكلة في نفسك وليس من الشيطان. يعني أغلب المشاكل هي أكيد من الشيطان. الإنسان العاقل والإنسان الرزن حتى في خارج رمضان لا يسمح للشيطان أن يتداخل بينه وبين أخيه أو بين أخته، ولكن يكون يحرص على المواجهة المباشرة. ويعني أغلبنا جرب هذا الشيء، يعني أنت تفكر في أمور سلبية عن أخوك، أو أنت تفكرين في أمور سلبية عن أختك، ولكن بس مجرد اللقاء، مجرد ما تلتقي معه أو تلتقين مع زميلتك، أغلب المشاكل يعني تنحل بشكل فوري. لأن لأن صارت بينك وبين أخوك، كلكم لآدم وآدم من تراب، كلتنا أخوة وخوات في النهاية. فبس مجرد يكون اتصال مباشر، الشيطان مباشرة راح يعني يختفي من الصورة. ولكن مع هذا في رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنه تصفد الشياطين. إذا تواجه مشكلة أو يكون صعب عليك العفو والاعتذار، أو على الأقل فتح باب التواصل،
فالمشكلة في نفسك، فحاول أن تستغل الشهر يعني الصيام والقيام والذكر حتى تروض نفسك وتعودها على آه، ممارسة التواصل والتواصل الإيجابي والاعتذار إذا اقتضى ذلك والعفو والمسامحة. وهاي الدنيا ما تسوى، كلنا رايحين، ويعني ماكو أي مبرر يعني إطالة القطيعة. ومجرد ما تصل أرحامك، مجرد ما تعفو وتتواصل مع الناس اللي بينك وبينهم خلاف، يعني راح تشعر براحة كبيرة، راح تشعر بانتصار على النفس، انتصار على الشيطان. فلا تفوت هذه الفرحة من نفسك. وأيضا حاول أن تصلح بين الآخرين إذا كان يعني لديك فرصة إلى ذلك، وإذا يعني كنت في مقام يسمح بذلك، فهذا أيضا جدا مطلوب. وخلنا ننشر هاي الثقافة بالمجتمع، ثقافة الإصلاح وثقافة التخاطب والحوار. كلتنا يعني ما شاء الله عقال وكبار ومتدينين، فخلاص خلنا نطبق هذا عمليا وليس فقط نظريا وموعظة. وأنا شخصيا أعتذر عن أي شخص قد أسأت له، يعني عن عمد أو عن غير عمد. فأرجو المسامحة. أنا أيضا راح أخلي قائمة وأبدأ أتصل إن شاء الله. يا رب يوفقكم إن شاء الله لصيام رمضان وقيامه، ورب العالمين إن شاء الله يتقبل من الجميع. السلام عليكم.